راح نصلي المغرب نرجع مرة ثانية نتناول وجبة مفتوحة. يا سلام. أنا أتحداكم إذا طبقتوا معنا رجيم رمضان الأسبوع الثاني أو الرجيم الفرنسي راح تنحفوا 3 كيلو إلى 4 كيلو بكم؟ بأسبوع واحد. والكرشة إن شاء الله بدل ما تكون زي كذا نخففها زي كذا. أوكي. تحدي الأسبوع الثاني في رجيم رمضان وسميناه الرجيم الفرنسي. ليه الفرنسي؟ لأنه معروف عن الفرنسيين إنه هم بيتمتعوا بصحة ممتازة ورشاقة عالية. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة أجواءها أوروبية فرنسية رمضانية، كل الأجواء اللي أنتم حبينا. طبعا أنا جنبي شلالات وأنا في مكان كذا يشبه فرنسا، يشبه الطبيعة بشكل رائع مع الأجواء الرمضانية. ورقة وقلم واكتبوا معايا هذه الملاحظات الرائعة. عندنا اليوم 8 والتاسع و13 والعاشر والثاني عشر والرابع عشر. راح نقسم الجدول الغذائي عندنا إلى 5 وجبات. إلى كم؟ 5 وجبات علشان نتخلص من 3 إلى 4 كيلو من الدهون. أول ما يأذن أذان المغرب الله أكبر راح تكون في قائمة ثابتة، وهي راح نفطر على 3 حبات تمر. ليه التمر؟ لأنه التمر واحد، احنا لما بنكون صايمين لفترة 16-17 ساعة عندنا السكر بيهبط، فأسرع شيء يعلي السكر عندنا في الجسم وش هو؟ التمر. فنفطر على 3 حبات تمر، زائد عندنا فترة جفاف 16 ساعة مع قارورتين موية معتدلة، لا هي باردة ولا هي دافية، علشان لا يصير عندنا جهاز أو لخبطة في الجهاز الهضمي. بعدها نختار أحد الخيارات التالية، إما راح نقول إما أو حبتين سمبوسك، أو حبتين سبرينج رول، أو طبق شوربة بهذا الحجم، أو كاسة عصير وأنا ما أفضلها، أو كاسة لبن وأنا أفضلها. رائعة جدا. وإذا حابين الشوربة تكون عدس كمان ممتازة جدا. اتفقنا. هذا أول ما يأذن أذان المغرب. بعدها راح تكون عندنا وجبات، لما نصلي نرجع ناكل وجبة بعد صلاة المغرب، وبعدها وجبة خفيفة أولى، بعدها وجبة خفيفة ثانية، وبعدها السحور. طبعا بكل وجبة ساعتين ونص، هذه مفروغ منها. الشيء الثاني بفاجئكم فيه، أول وجبة في اليوم 8 بعد ما عملنا الأشياء الثابتة هذه كلها راح نصلي المغرب نرجع مرة ثانية نتناول وجبة مفتوحة. يا سلام. لما تكون بداية رجيمنا الرمضاني للتحدي الأسبوع الثاني وجبة مفتوحة، أكيد هذا دافع، لأنه في أشخاص كثيرة ما شاء الله تبارك الله حققوا إنجازات الأسبوع الأول، فحبينا نكافئهم بالوجبة المفتوحة. وجبة مو يوم، وجبة. بعدها الوجبة الخفيفة الأولى راح تكون كاسة شاي زائد حبة فاكهة. الوجبة الخفيفة الثانية راح تكون قهوة سعودية 3 فناجين زائد 3 حبات تمر. وراح يكون السحور 3 ملاعق جبن أبيض فيتا زائد شريحتين جح أو بطيخ على حسب أنتم وش بتسموه. وهنا ملاحظة مهمة جدا، في أشخاص حابين يكون فطورهم خفيف وسحورهم ثقيل، أو سحورهم خفيف وفطورهم ثقيل. اللي ما في أي مشكلة، بدلوا بين السحور والفطور، ما عندي أي مشكلة. بعدها نروح اليوم 9 واليوم 13. أول ما يأذن بعدها نصلي المغرب والله يتقبل منكم إن شاء الله. راح يكون ممتاز جدا اللي هو صدر دجاج واحد زائد 3 ملاعق حمص زائد سلطة الغندور. وهنا نقول الحمص من أفضل أشياء اللي ممكن تنحف الوزن، هي الحمص. بديلة للكربوهيدرات، بديلة للبطاطس، بديلة للرز، بديلة للمايونيز. الحمص ممتاز. وعندنا قاعدة يقول كل ما كان فيه بقوليات أكثر كل ما صار عندنا مدة أكثر للشبع، وهذا ممتاز جدا. الوجبة الخفيفة الأولى راح تكون كاسة شاي زائد حبتين القيمات، محبوبتنا القيمات، ويا ريت بلاش سكر نخليها عسل. الوجبة الخفيفة الثانية قهوة بدون شيء، خلاص أخذنا القيمات. والسحور راح يكون 2 بيضة مسلوقة أو مقلية زائد خس زائد خيار. هنا خليني أوقف على نقطة مهمة جدا اللي هي البيض من أساسيات أي دايت، هو والزبادي وصدور الدجاج. ما حد يجيني العيادة ويقول لي أنا ما أحب الزبادي وما أحب صدور الدجاج، كأني خالع يدي. فلازم ننتبه لهذا الموضوع. إذا حابب تخفف كرشك عليك ب3 أشياء. البيض ليه؟ لأنه في أغلب الأحماض الأمينية اللي تبغاها الجسم علشان تزود الحرق وتزود البروتين عندنا. وفي عندنا قاعدة ذهبية تقول كل ما زادت البروتينات
زاد الحرق وزادت العضلات، فزادت الحرق عندنا، فمهم جدا بالنسبة لنا. اليوم العاشر الخيارات أول ما يأذن أذان المغرب زي ما قلناها، بعد صلاة المغرب راح تكون 2 قطعة بروستد مقلية من المطعم، زائد 5 حبات بطاطس مقلية مش أكثر، زائد ملعقتين حمص، لكن بدون خبز بدون مايونيز، مهم جدا جدا جدا. الوجبة الخفيفة الأولى راح تكون زنجبيل، شيء يحرق، والأفضل كمان يكون طبيعي مش بودرة، زائد ليمون، لكن إذا بودرة كمان ممتاز جدا جدا. الوجبة الخفيفة الثانية راح تكون علبة زبادي. السحور راح يكون عبارة عن سيزر سلط. وش يعني سيزر سلط؟ يعني سلطة خضراء، خس قطعة كبيرة، خيار قطعة كبيرة، مع صدر دجاج واحد، مهم جدا بالنسبة لي. اليوم الثاني عشر، صلوا على رسول الله، خلينا نكسب كمان أجر الدنيا والآخرة. أول ما يأذن أذان المغرب زي ما قلنا، بعد صلاة المغرب كبسة، كبسة بس مو بالكمية هذه، لا، الكبسة راح تكون على الطريقة الفرنسية، نفس حجم الشوربة اللي احنا قلناه، نمليه ونقلبه. فدائما الأطباق وشو تجيك كذا مقلوبة، تحس إنه الطبق أنيق وشكل رائع، مع صدر دجاج أو حبة موزة لحم، راح تكون أمورك جدا جدا ممتازة. إذا ما نروح للكمية هذه، نروح للكمية الثانية. إذا كبسة 7 ملاعق أو نفس الكمية هذه مطبوخة، زائد لحمة موزة، وإذا ما في لحمة موزة خليها صدر دجاجة. الوجبة الخفيفة الأولى راح تكون عبارة عن قرفة. أفضل شيء أفضل شيء أفضل شيء لسد الشهية وتعديل مستويات السكر في الجسم اللي هو القرفة، فبالتالي اللي عندهم شهيته مفتوحة عليك مشروب القرفة. بعد الوجبة الخفيفة الثانية راح تكون عبارة عن قهوة، والسحور راح يكون عبارة عن شريحتين جح أو بطيخ، زائد ملعقتين جبن أبيض فيتا، ويا ريت يكون الفيتا يكون حليب بقري 100%، راح يكون أمورك جدا جدا ممتازة عشان تستفيد أكثر من الكالسيوم. وأخيرا اليوم الرابع عشر، أول ما يأذن أذان المغرب زي ما اتفقنا، بعد صلاة المغرب طبق بامية بهذا الحجم، والموية أكثر من البامية، زائد نص حبة صامولي، الناس المشتاقين للخبز نص حبة صامولي، أو 7 ملاعق كبسة، زائد صدر دجاج واحد. وهنا نقول لما يكون في طبيخ أو إدام ما نحتاج ناخذ سلطة، خلاص أخذنا الفيتامينات من الإدام، اتفقنا؟ والوجبة الخفيفة الأولى راح تكون كاسة شاي، والوجبة الخفيفة الثانية راح تكون قهوة زائد حبتين القيمات، والسحور راح يكون سلطة التونة، والتونة والأسماك من أهم الأشياء اللي الناس مفتقداها، من أهم الأشياء، فبالتالي سلطة زائد علبة تونة صغيرة. هذا جدول لمدة 7 أيام. الأسبوع الثاني رجيم رمضان، الرجيم الفرنسي والتحدي الأكبر في البرامج الطبية. وإذا أنتم شفتوا برنامجنا المرة الماضية السنة الماضية 300 جرام، في ناس في نهاية رمضان مع التحديات هذه نحفوا 9 إلى 12 كيلو. في قواعد لهذا الدايت، ركزوا معايا. واحد، في رياضة لكن مشي، ما راح نصعب عليك، من نص ساعة إلى 45 دقيقة في اليوم. لكن متى أفضل وقت للأصحاء؟ أفضل وقت للحرق هو قبل أذان المغرب بنص إلى 45 دقيقة، رائعة جدا جدا. للمرضى اللي ممكن يصير عندهم لا سمح الله هبوط ضغط أو هبوط سكر، ما بعد صلاة التراويح ممتازة جدا جدا، لكن تكون على معدة فاضية. إذا قبل صلاة المغرب أفضل وقت للحرق الدهون، بعد صلاة التراويح أفضل حرق، أفضل وقت للمجهود الرياضي. الشيء الثاني اللي بقوله إنه لما يكون أنت مريض ضغط ولا سكر ولا غيره وبتعمل معانا الدايت هذا، لابد إنك أنت تستشير طبيبك وانتبه من هبوط السكر، لأن هبوط السكر أخطر من هبوط الضغط، ولازم تعدل من حبوبك، حبوب الضغط وحبوب السكر، عشان مثلا عندك هبوط في الضغط. هذا النظام اللي احنا ماشيين عليه للأصحاء ممتاز، لمرضى خمول الغدة الدرقية رائع جدا جدا لأنه لو كارب أو قليل كربوهيدرات، لمرضى مقاومة الأنسولين رائع جدا جدا، للأشخاص المراهقين كمان رائع جدا جدا، لمرضى السكر النوع الثاني اللي ما ياخذوا إبر كمان رائع جدا جدا، بشكل عام ممتاز جدا، اللي عندهم دهون على الكبد كمان رائعة جدا جدا، أو شحوم ممتاز جدا جدا. يخسروا من 3 إلى 4 كيلو في أسبوع، ضغطناكم لكن علشان نتخلص من دهوننا. لكم معلومات قوية جدا جدا، واكتبوا لي بالتعليقات وشيروا الحلقة وقولوا لي كم كيلو نحفتم على الرجيم الفرنسي. كان معكم دكتور محمد الغندور، وفي الختام بونسوار. وهذا راح يقول لي واقول لك على شيء مهم جدا جدا، اللي هو عارفين لما نروح المطاعم الفرنسية والمطاعم الأمريكية، خليني أقول لك كذا، المطاعم الفرنسية
تلاقي نفسك دافع 100 ولا 200 ريال 300 ريال وانت تقوم جعان وما شبعت. ليه؟ الطبق كبير لكن قطعة لحمة صغيرة كذا، واثنين حبة خضار مسلوقة، وشوية بطاطا مهروسة شوية كذا، فتلاقي نفسك تاكل لقيمات. هذا في أغلب المطاعم الفرنسية. لكن لما نروح المطاعم الأمريكية تلاقي الكميات كبيرة ما شاء الله تبارك الله، وتلاقي الفاست فود موجود، وتلاقي البرجر موجود، والناجتس والنجاني كلها موجودة. وهذه الأشياء والعادات الغذائية تؤدي إلى وين؟ تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن.